لوكاس مينديز اللاعب او المدافع الكبير لنادي الوكرة. عبد الكريم حسن امامه دالا السريع المنطلق، يعدي ويمر ويقف بالعرض على طول الى كيمو، ضغط بقوه. اسفين فامبيك لاعب اندرياس 30 سنه، لاعب هولندي كان بيلعب في نادي هيرنفين. اكتر من كده في وجود دالا ووجود جوميز. وادي عبد الكريم حسن يصوب يا ولد، يا ولد، صاروخ 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 صاروخ. ولكن العارضة لبست اللون برقم 12 مع فريق الشحنية. يا سلام يا كيمو، واحدة من وحداته، تصويبة من تصويباته، صاروخ من صواريخه. ولكن 2 متر 44 سنتي ارتفاع العارضة. ضغط عالي، حولات تاني من جديد أمامية على طول في لوكاس مينديز. ولكن عبد الكريم حسن بدأ واحدة واحدة كيمو يدخل في الفورمة بتاعه في قارة كبيرة بحجم قارة آسيا. عبد الكريم حسن تاني على طول يرجع ورا إلى العيدوني، إلى عبد الكريم حسن. لاقيين بعض كويس، بيمنعوه فيها كرة في العارضة من تصويبة عبد الكريم حسن. كيمو المرة دي دخل في العمق. يا سلام يا سلام على السرعات وانتقالات وعرضيات. الله، فينورد واقف صح، متمركز صح، أو متمركز في المكان. حربة 0-0. ده معناه إيه؟ ده معناه ان فريق الشحنية عنده دفاع متماسك وقوي. مدرب العنابي، والدوري هيتوقف عقب هذه المباراة وعقب هذه المرحلة. اوه، خطر جدا خطر جدا خطر جدا. شوف زاوية خروج الحارس، بصوا الفوت وورك بتاع الحارس، بصوا الفوت وورك بتاعه. هنا الاوفسايد كان موجود، بس الحارس بدأ يطلع بخطوات بعد ربع ساعة من البداية. عبد الكريم حسن المخرج ناوي يورينا الكرة بتاعته اللي هيشوطها في العارضة ولا ايه. ادي كيمو هو اللي دخل، هو اللي عدى، هو اللي شاط، هو اللي صوب، هو اللي العارضة لبست اللون الأحمر ووقفت مع الشحنية وحرمت عبد الكريم حسن والوكرة من أول أهداف اللقاء. لكن واحدة من وحداته، صاروخ من صواريخه. على ذكر نادي السد، ان نادي السد بالامس فاز بانتصار كبير وعريض وعميق على النادي العربي في المربع الذهبي باستمرار. حقيقة جذب كتير من الأطفال الصغيرين اللي طالعين في مدينة الوكرة لناديهم. ادي عبد الكريم حسن الى دالا لاعب الانجولي الخطير، الى عبد الكريم حسن، اوفرلاب معمول عظيم. لكن بقول لكم اللاعب بدايه لعب لوكاس مينديز الى عبد الكريم حسن، بيدخل لجوه ويطلع لبره، بيلعب بكوره ومن غير كوره. بيعمل بطل اسيا مع العنابي ومدرب السد حاليا، يعني حضر من جديد. محمد كيمو ياخد عبد الكريم، تخدمه، تعمل فنت جميل الكوره. لوكاس مينديز يرجع تاني لعبد الكريم حسن، ثقة فيه بيفضلوا عنده رغم الزحمة اللي في المنطقة دي. تاني على طول خلصوها. ده كلام محترم، ده كلام محترم. ادي الكرات العرضية الجميلة من عبد الكريم والعسال. ولكن على ما عندوش ادوار هجومية كويسة زي عبد الكريم حسن. هو الباك الشمال كأنه جناح شمال، وادي العرضية، ولكن على طول يطلع المدافع عنده بتوقف كتير. كان عندنا انذارات وعندنا فار وعندنا من جديد. استمر استحواذ نادي الوكرة بشكل أكبر وأكثر، مستمر. برضو الجبهة الشمال حط على طول لدالا، يقف يأجل. المرحلة اللي جاية شوف تطور كبير كده على المستوى الآسيوي متقدم. حاولوا يستفيدوا باللعب 11 ضد 10 ولا تبديلات. ضربة الرأس من جديد، فرصة هدف أول ولكن ضاعت. بالذات حمدي فتحي برضو أقل من مستواه. كيمو إلى دالا تحديدا، شاطر جدا جدا. أدي عبد الكريم، فرصة الكرة العرضية، فرصة لكيمو، ولكن المدافع. وأيضا إبراهيم موردو. أدي من جديد خالد منير مع الوكرة، فريق باقتدار في الأدوار الدفاعية خاصة المراحل الأخيرة. أدي عبد الكريم حلوة قوي، خطر قوي، ضاعت الفرص تباعا. ضاع البرتغالي التاريخي ومدرب الوكرة والفائز معاه ببطولة الدوري، نعم، رابح مجر، كان مدربا لفريق نادي الوكرة. ادي العيدوني مختفي فين يا ولدي؟ لابس طاقية الإخفاء ليه يا ولدي؟ كيمو لا يكل ولا يمل. اللي فاز بدوري أبطال آسيا مع اتحاد جدة السعودي. محمد كالون اللي كان بيلعب على حساب رونالدو الظاهرة في نادي. الشوط الأول بتجهد اللاعبين الحقيقة، لعيبة الشحنية يلعبوا 10 لاعبين. ادي عبد الكريم حسن، وادي البالونة طالعة فوق، وادي التصويبة. عمر صلاح، عرض الملعب للأستاذ لوكاس مينديز مدافع نادي الوكرة.
عبد الكريم حسن القادم انطلاقه من جديد. لوكاس مينديز، عبد الكريم حسن. الشوط الاولاني كان النشاط اكتر. حمدي فتحي برجله الشمال، يا لا كان عايز يديها لعبد الكريم لكن خلاص جت التغطيه. كيمو يا ولد لعيب. عندنا الريان والغرافه ونادي السد، ولاول مره بدون الدحيل. كيمو عبد الكريم حسن، يا عين العقل زينه يا كيمو، العقل زينه.